الناس كانت فاكرة إن الصالون ده انتهى، بس إحنا شُفنا فيه حكاية تانية. أول ما الصالون جه عندنا كان شكله قديم جدًا، القماش تعبان والإسفنج هابط، والتصميم نفسه بقى موضة قديمة. بس الفكرة هنا إن أي قطعة أثاث مهما كانت حالتها، إن اتعمل لها شغل صح ممكن ترجع أحسن من الجديدة كمان. تعالوا نوريكم إحنا عملنا فيه إيه خطوة بخطوة. أول حاجة فكينا القماش وفكينا التنجيد وفكينا كل حاجة بايظة، وبدأنا نتأكد إن كل حاجة في الخشب في النجارة بقت ثابتة. يعني عملنا فيه النجارة بتاعته لحد ما ثبت وبقى حديد. طبعا زي ما انت ما شايف كده انا بقطع الفرنطولة وبقطع اللبواز والحاجات دي. زي ما انت ما شايف كده انا بقطع الفرنطولة دي، بقص الحتة دي عشان اسويه، عشان الشكل اللي في دماغي اعرف اظبط عليه. هاعدّله كده، وهاخد بقى الدوران كلّه زي ما أنا ما عايز الفرنطولة تحت. طبعًا أنا هاقطّع الخشب ده وهاخش على القواعد. زي ما أنت ما شايف كده أنا عملت القواعد. طبعًا الخشب ده جينا نشتري خشب، الزبون قال لك: "لأ أنا عندي خشب لوحة تقيلة فحُطّه في الأرضية." زي ما أنت ما شايف كده لو لاحظت أنا واخد أبلكاش في الفواصل كده زي ما أنت ما شايف عشان الكرسي يمسك نَفْسه. طبعًا أنا هاعمل نجارتي وهاعمل الخشب في القعدة زي ما أنت ما شايف كده، وطبعًا هاضطر أقطّع رجلين عشان الكرسي يبقى معايا يطلع الشكل اللي أنا عايزه. أنا كده خلّصت نجارة، هاقطّع بقى الرجلين وأخُش على المرحلة التانية. طبعًا النجارة دي أهم مرحلة عشان تطلّع لي التصميم اللي أنا هامشي عليه. طبعًا هنخُش على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التنجيد. طبعًا زي ما أنت ما شايف كده أنا عملت نجارة وقطعت الرجلين عشان أصمّم الشكل اللي أنا عايزه. هابدأ بقى كده أكسي القواعد. طبعًا ده زبون كان واقف معايا كان عايز يعمل حاجات. كده أنا هاكسي القعدة بتاعته زي ما أنت ما شايف كده أهو، باحط لها سفنج سنتي اللي هو السنتي ونُص أو 2 سنتي. زي ما أنت ما شايف كده هاكسي القعدة كده. طبعًا أنا كده خلّصت اللي هي القعدة بتاعتي وهاخش على المرحلة اللي بعد كده، اللي هي مرحلة الضهر. طبعًا الضهر ده لازمًا أخيشه حتّة واحدة عشان هو في التنجيد هييجي حتّة واحدة. طبعًا ده التصميم اللي أنا هامشي عليه اللي أنتم هتشوفوه في الآخر. طبعًا هنخش على المرحلة اللي بعد كده وهي السفنج. أنا خلّصت الضهر بتاعي هاخش على السفنج بقى. طبعًا أنا هاخد الضهر حتّة واحدة زي ما أنتم ما شايفين كده. طبعًا أنا كده خلّصت الضهر. زي ما أنت ما شايف كده أنا باخد المقاسات بالمتر اللي على اللي هاشرّح فيها. طبعًا هاشرّح واسقّط القماش عشان التصميم برضه اللي أنا قُلت لكم عليه. أنا عايزك تمشي معايا واحدة، واحدة، وعايزك قبل أي حاجة تصلّي على النبي. آآ قبل أي حاجة بس أنا عايزك تصلّي على النبي. يعني أنا مش طالب منّك غيرك إن أنت تصلّي على النبي في حتّة كومنت حلو، وتعمل لايك ومتابعة عشان يوصل لك كل جديد، لإن أنا باتعب في الفيديوهات دي والله. أنا كده خلّصت أهو زي ما أنت ما شايف كده أنا باشرّح الشرايح اللي أنا عايزها. كده هاضطر آخُد القماش وأقُص. هاقُص طبعًا هاخُد على قد الدوران لإن هو حتّة واحدة، وهاخدهم هانبّتهم على المكنة. طبعًا أنا كنت باخيّط الفتيل بتاعه. طبعًا الفتيل ده هيخُش في الشريحة اللي هي اللي أنا شرّحتها دي. طبعًا هنا خلّصت الخياطة وهاخُش طبعًا أنا هالبّس القماش في قلب الشرايح. طبعًا تعالَ نخُش على المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة التشطيب. زي ما أنت ما شُفت كده أنا خدت الشرايح. طبعًا على الصبح طلع عليَّ، لإنه طبعًا مش هيخلص في يوم وليلة. أصلًا أكتر حاجة تعبتني فيه التصميم والفكرة اللي أنا كنت عايز أطلّعها. يعني هو أصلًا أكتر حاجة طوّلت معايا الكرسي الأولاني، لإن أنا هو الأولاني ده أنا كنت باصمم عليه واحد وهامشي الباقي مع بعض، لإن هو تصميم قديم وهو الشكل ده 4 كراسي وكنبة. طبعًا الموديل اللي طالع كنبتين وكرسيين، إنما ده 4 كراسي وكنبة. طبعًا زي ما أنت ما شايف كده أنا كده كنت باشطّب اللي هو الدوران، باشطّب الشرايح بتاعتي أهو زي ما أنت ما شايف. هاقفّل بقى وتعالوا نخش على المرحلة اللي بعد كده، اللي هي الfinish بقى، اللي هي التشطيب. طبعًا أنا كده خلّصت الكرسي بتاعي. طبعًا دهّرته وهابدأ أركّب له الرجلين. أنا كنت جايب له رجلين 25 سنتي عشان تعلّي الكرسي، لإن الرجلين بتاعته كانت طويلة ما كانتش صغيرة. فطبعًا يجي رجلين لازمًا تيجي رجلين نفس الحجم بتاعه. زي ما أنت ما شايف كده باركّب الرجلين بتاعه. أنا كده خلّصت الرجلين ال4 رجلين. تعالَ أورّي لك بقى الكرسي. أنا كده هاشطّب الولاية. هاحط الولاية بتاعته. يعني أنا خلّصت الرجلين وأحط الولاية بتاعته. كده باشطّب الولاية بتاعته اللي هي تعييرة الدامور الأبيض اللي بيبقى تحت ده. كده أنا خلّصت الدامور. طبعًا أنا كده شطّبت الكرسي. طبعًا بقى هنا هاحط الشلتة بتاعته. طبعًا الشلتة أنا كنت عاملها،
كنت عاملها ومضبّطها وعامل بيها فيديو، بس طبعًا بقى إيه، عشان ما أطوّلش أنا بالخّص عليكم. تعالوا بقى أنا أفرّجكم على الكرسي والطقم كامل متكامل. عايزك بقى تصلّي على النبي وتعمل تعليق بالصلاة على النبي كده، وتابعني لو أنت مش متابع عشان يوصل لك كل جديد. وده كان فيديو النهارده، هاسيبك بقى تستمتع مع الطقم كله وجمال الكرسي بعد ما خلص. ده الصالون اللي أنا كنت شغال فيه في أول الفيديو، والسلام عليكم وأشوفكم الفيديو الجاي.